تخيل معايا نادي عمره عشرات السنين، عنده جمهور، عنده تاريخ، وله اسم معروف في كل أنحاء مصر. ومع ذلك لما طلب من المستثمرين يحطوا فلوسهم فيه، المستثمرين رفضوا. ده مش سيناريو افتراضي أبدا، ده اللي حصل مع غزل المحل. أول محاولة تقريبا لطرح شركة كرة قدم مرتبطة بنادي عربي في البورصة المصرية انتهت بالفشل. طب ازاي نادي عنده جمهور وتاريخ ما قدرش يقنع المستثمرين؟ والإجابة بكل بساطة لأن المستثمر ما بيشتريش المشاعر، المستثمر بيشتري القدرة على تحقيق إيرادات مستقبلية. في حالة غزل المحلة مثلا كانت فيه هناك أسئلة كتيرة جدا بدون إجابات واضحة، زي إيرادات النادي هتيجي منين، إزاي هتنمو، إيه هي قيمة الأصول الحقيقية، والأهم من ده إيه هو شكل هيكل الملكية. يعني بكل بساطة الجمهور كان موجود والتاريخ كان موجود، ولكن نموذج الأعمال ما كانش واضح بما يكفي. وعلى فكرة ده درس مهم جدا لأي نادي رياضي، لأن قيمة النادي مش بس بعدد جماهيره ولا بعدد بطولاته. القيمة الحقيقية هي قدرتك على تحويل الجمهور لإيرادات يمكن قياسها وفهمها والتنبؤ بها في المستقبل. لأن المستثمر ما بيدفعش مقابل الماضي، هو بيدفع عشان المستقبل. والسؤال اللي لازم كل إدارة نادي تسأله النهاردة: لو عرضنا نادينا على مستثمر، هل هيشوف الجمهور بس ولا هيشوف مشروع يمكن الاستثمار فيه؟